بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيك. تعالى بقى نشوف في كده تريكاية بسيطة قوي موجودة عندنا هنا في الويب سايت القديم موجود عندنا. لو أنا دوست على يوزرز بيتعمل اكتف على اللينك بتاع اليوزر. تعالى نعمل لوجن. تقريبا كان مصطفى@erasoft.com ومن 1 لحد لحد 8 تقريبا كده. ان شاء الله يطلع صح زي الفل. ايه اللي انا عملته؟ انا دلوقتي لما دوست على يوزرز، لو انت ملاحظ يوزرز متاكتف ومعمول عليه الشكل اللي قدامك ده، بقى بولد شويه. تاجز نفس القصه. لو رحت على اجاكس نفس الموضوع. لو رحت على بوستس نفس الموضوع. حلو. لو دوست على اد نيو بوست برضه هيفضل بوستس معمول كده. ده بيتعمل، ممكن نعمله عن طريق الفرونت اند عادي جدا. يتعمل عن طريق الفرونت اند، الراجل بتاع الفرونت اند يعمله، او الراجل بتاع الباك اند هو اللي بيعمله عادي جدا بسهوله برضه. فاحنا نعمله من ناحيه احنا خدنا البليت خلاص من الراجل بتاع الفرونت وشغالين عليه، فما فيش قد مشكله. او خدنا التمبلت يعني الفرونت اند وقطعناه وظبطناه وشغالين احنا عليه دلوقتي. فعاوزين نعمل التركايه البسيطه جدا دي اللي تفرق معاك في الشغل، تفرق معاك وانت بتسلم لعميل او بتديليفر لعميل بشكل عام. ان انت بتوضح جوده الشغل بتاعك دايما وانت بتشتغل. تفاصيل التفاصيل هي اللي بتوضح قوتك، هي اللي بتوضح انت واصل لحد فين، هي اللي بتوضح انت مهتم بشغلك ولا لا، هي اللي بتوضح انت بتراعي ربنا سبحانه وتعالى في الحاجه اللي انت بتقدمها ولا لا. ما تقدمش الحاجه نص نص، اعمل الحاجه على اقصى قدر انت تقدر تعمله مع العميل بالاتفاق معاه طبعا. ولو انت عندك سماحيه انك تعمل حاجه بزياده اعمل، ما فيش ادنى مشكله. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. تعالى بقى هنا نشوف هنعمل الجزئيه دي ازاي. بسيطه جدا لكنها مهمه جدا برضه في نفس الوقت. الموضوع ببساطه ان انت هتيجي هنا على الريسورسز، على الفيوز، على اللي اوت. احنا قلنا لي اوت ده بتاع لارافيل، انا ممكن امسحه خالص، موجود اهو ما بستخدموش. لعل وعسى ممكن نستخدم منه حاجه واحنا شغالين، بس ما اتوقعش. خلي ما يزعلناش في حاجه. انا عاوز اجي هنا اقول والله لما تلاقي كلمه بوستس، لما تلاقي كلمه بوستس في الراوت، كلمه بوستس في الراوت اعمل ايه؟ اعمل لي اكتف او ظلل لي دي. ظلل لي دي يبقى انا هحط ستايل. انا ما اعرفش ستايل، او هحط انا حاليا دلوقتي كلاس من عندي مبدئيا واشوف بعد كده ايه اللي هيحصل، وهحطه هنا على الناف ايتم. ناف ايتم نفسه هاجي هنا اقول له اف عاديه بليد دايركتيف، اقول له اف كده، اقول له ريكوست. دي طريقه من الطرق، في اكتر من طريقه نعرف نستخدمها. ممكن نستخدم الريكوست نفسه على طول، الكلاس بتاع الريكوست او الفصل بتاع الريكوست على طول. دي معاك ودي معاك، ما فيش مشكله. اقول له ريكوست، وعندي فانكشن اسمها از بديها الراوت نفسه، مش النيم، مش الراوت نيم، الراوت نفسه. تمام. وهقول له لو هو بوستس اعمل ايه؟ طلي هنا كلاس اسمه اكتف، وبعد كده اند اف. ادي الاند اف. طبعا انت تقدر تكتب في اي مكان البليد بتاعك، تقدر تكتب في اي مكان اللي انت عاوزه. فتعالى كده نرجع نشوف ده الشغل بتاعنا. اروح على البوستس، تمام. برضه لوجن، مش عارف والله هنا كنت داخل ايه بمين، تقريبا محفوظ كده erasoft.com. بعد كده 2 3 4 5 6 7 8 ان شاء الله يبقى تمام. مش موجود ريجستر عشان ننهي القصه دي. هقول له حازم مثلا، وهقول له ايميل حازم @erasoft.com، والباسورد من 1 ل8، من 1 ل8. ريجستر زي الفل. شكرا لمعاليك. اروح هنا على بوستس. طبعا ما فيش اي حاجه اختلفت لان انا ما فعلتش الكلاس بتاع اكتف ده. فتعالى بس نعمل انسبكت عشان نشوف كلمه بالظبط اتضافت اهي. الكلاس كلمه اكتف اتضافت. انا عاوز بقى اعمل كلاس اسمه اكتف ده، اديله بقى ستايل معين. ببساطه شديده اطلع هنا عادي، ما فيش مشكله خالص كده. في النهايه خالص كده اقول له انا عندي ستايل اتريبيوت، واقول له دوت اكتف ماله، اقول له فونت ويت بولد. هتقول لي ما اعرفش سي اس اس. يا عم دي حاجات بسيطه وتافهه جدا جدا، ولما تعرفها هتقول ازاي انا ما كنتش عارف الحاجات دي. حاجات بسيطه تخلص بيها شغلك وتعمل شغلك بشكل كويس. ادي بص بقت بالشكل ده. هوم عليها الكلاس اصلا، فهنشيل الكلاس من على هوم. ادي هوم اهي، ناف ايتم اكتف موجود هنا، فكك من ده خالص. ادي يا سيدي اهو بقى بوستس بس بالشكل ده، والباقيين مش فقط لا. لكن لو رحت قلت له اد نيو بوست، او لو عملت ايديت على البوست، طبعا ايه احنا عاملين الجيت والبوليسي من المره اللي فاتت، فانا ما ضفتش بوست معين فمش ظاهر لي علامه الايديت. لو انا مثلا ضفت دي بوستس، مفيش انا اضافه للبوست لاني ادمن. ممكن اروح على يوزرز اقول له والله انا عندي حازم. فين حازم؟ ادي حازم اهو. خليه رايتر مثلا البرميشن بتاعته، واقول له سيف، وارجع على البوستس ان اوثرايزد. انا مش يا اخي انا مش عارف اقول لك ايه. انا مش واخد بقى اوثنتيكيشن، مش واخد اوثرايزيشن على الابديت بتاع اليوزر انفو.
فصباح الفل كده نقعد نلف على حوالين نفسنا. فممكن نوقف الجيتس دلوقتي، نوقف البروسيس ونخلص الدنيا. ده كمان اهو خلاص، هي بروسيس بس اللي بقت موجوده، اللينكات ما بقتش موجوده، لان انا هو كده عملني رايتر، وبعد ما عملني رايتر قال لي خلاص انت ما يحقلكش ان انت تشوف، لان احنا بقى في الرايتر ما بيعملش ايديت على بوست. المهم يعني خلينا نضيف بوست كده بالشكل ده ونقول له اتفضل ادي الداتا بتاعتك، وحازم هو اللي ضايفها وكل حاجه، ونقول له تشوز ونختار بول بارام برضو بالشكل ده ونقول له سيف زي الفل. تعال نروح للبوستس، هنلاقي ايديت اهو. لو انا عملت كده كلمه بوستس بقى ما بقتش اكتف، ده اللي انا عاوز اوريه لك. انا دخلت جوه بوستس برضو ما بقتش اكتف. طب ازاي اخليك اي حاجه جوه بوستس، يعني لو الراوت جواه اي حاجه بعديه سلاشز برضو يتفعل؟ ببساطه شديده باجي هنا اقول له مش بوستس بس، لا بوستس ومعاها كمان اي حاجه بعدها، بوستس ومعاها اي حاجه بعدها. اجي اعمل ريلود دلوقتي هيقول لي زي الفل، انت كده راجل 100 فل و14 ودنيتك 10 على 10. وهو المطلوب اثباته. الكلام ده هنعمله على كل اللينكات بتاعتنا بقى نفس القصه كده. هاخد الكلاس ده هنا احطه في ايتم هنا لمين؟ لليوزرز. وبعد كده هاخد نفس الكلام ده هنا للتاجز ببساطه شديده. طبعا انا مش هيظهر عندي حاجه لان انا مش مدي الصلاحيه، فممكن لو انا عاوز اظهرهم دلوقتي بس هلغي الاند كان دي دلوقتي والاند اوث. ادي الاوث، بعد كده عندي كان، هقول له كومنت وهقول له هنا كومنت. تعال نشوف، اتفضل يظهر لي اللينكات ايه سواء بتاعت يوزرز او بتاعت تاجز. بس طبعا مش هقدر ادخل عليهم علشان انا مش واخد الصلاحيه بتاعتهم، لان انا حاطط الجيتس بتاعت الادمن كنترول على اليوزرز وعلى التاجز، فمش هقدر ادخل. لكن هيبقى اللينك متفعل عندي وزي الفل. تعال نعمله هنا في الهوم هيبقى تمام. يبقى شفنا لينكين مفيش مشكله. عاوز اقول له هنا بس كده، لكن مفيش اي حاجه بعدها، هو بس فقط كده عشان يبقى اكتف. فالهوم بقت اكتف، ولو عاوز اروح على بوستس برضه نفس القصه، مفيش ادنى مشكله خالص. كده احنا عملنا المطلوب، حاجه بسيطه تريك كويسه مفيده في الشغل نحتك بيها وبنحتاج ان احنا اللي نعملها غالبا. اشوفك على خير. الراجل بتاع الفرونت بيبقى عامل لك الستايل يعني الكلاس، وانت بتاخد الكلاس بتاكتفه او بتفعله على حسب اليوزر، يعني ما يدخل عندك في الويب سايت بشكل عام، او ما يتصفح ويتنقل عندك في الويب سايت بشكل عام. اتمنى اكون فدتك في الفيديو البسيط ده. اشوفك ان شاء الله في الفيديو القادم، واللي هنتكلم فيه عن الاجاكس. هنبتدي بقى كلام عن الاجاكس زي ما احنا شايفين هنا ان شاء الله. اشوفكم في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.